اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد رسولنا النبي الأمي المبعوث. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.
مجرد ما بتبداي تقلبي انت بتحسي اصلا ان الريحه بتاعته هتبدا تبان معاكي. حد يقول لي بقى المخمريه دي يعني انا هستخدمها لاماكن معينه في جسمي، هستخدمها بطريقه معينه، ممكن احطها على شعري؟ انا هجاوبكم على كل الاسئله دي. المخمريه دي حبايبي من ميزتها ان هي تقدري تستخدميها على شعرك، على جسمك، على بشرتك، فيهاش اي مشكله خالص، لانها امنه تماما، كلها حاجات طبيعيه، فيهاش كحول يعني، ما فيهاش اي حاجه مضره. هتعملي ايه بقى علشان ريحتك زي ما انا كنت بقول كده تبقي فواحه في الشقه طول اليوم وتبقى ريحتك جميله قوي؟ هتحطي من المخمريه دي اللي احنا عملناها مع بعض في الاماكن بتاعه النبض. معلومه مهمه جدا تعرفيها، ان الاماكن اللي فيها النبض دي اكتر اماكن بتثبت فيها روايح البرفانات. ايه الاماكن بقى بتاعه النبض؟ ورا الودان، المنطقه دي بتاعه الايد اللي هو الايد من جوه كده، الركبه، ورا الركبه، ورا الرقبه. الاماكن دي يا جماعه يعني بتبقى جميله جدا، بيثبت فيها البرفان جدا. وانت هتحطي المخمريه دي، هتحطي دهنه صغيره في الاماكن اللي انا بقول عليها دي، ومش هتدعكيها او تفركيها كتير، يعني يا دوبك هتحطيها كده وتملسي بالراحه عليها وخلاص. هتديكي ريحه فظيعه فعلا، يعني صدقيني هتحسي ان انت مبسوطه بريحتك وكل اللي حواليكي شممها.